تقدمون الكابتشينو ظهرت بانتقال. الكابتشينو طلعت من بادية بينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي. الله يسلمك في 1502. نعم. كم عام كم؟ 1502. الكابتشينو طلعت من الإمارات في عام في عام يلعن أم الحشيش. الكابتشينو طلعت من عندكم في عام 1502. يا من البادية يا أخي، صلوا على النبي. أنتم عمر الإمارات 40 سنة. 1502. المهم استفيدوا من درس التاريخ الذي لقنه لكم اليوم الطيب أردوغان. عندما تطاول ذلك البزر الذي سفير الحزن والكآبة محمد أو عبد الله بن سلمان، عندما تطاول على أجداد الطيب أردوغان العثمانيين، حضارة عظيمة. العثمانيين يريد عيال زايد أن يلوثوها ويشوهوها مثل ما شوهوا كل شيء جميل. هو شوهوا علينا الدين والعادات والتقاليد وكل حاجة. يعني عمل له درس، وكان منظر عبد الله بن زايد وهو ينتقد الطيب أردوغان. عبد الله بن زايد يتطاول على الطيب أردوغان يعني كالكلب الذي ينبح القمر، أو كشخص أراد أن يقبر القمر فارتد الغبار على وجهه. أعوذ بالله منكم يا عيال زايد. أصبح كل مسلم الآن يقول بمجرد أن نذكر عبد الله بن زايد أو محمد بن زايد نقول قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من شركم ومن بلاويكم. حتى الإسلام تريدوا تسيقوا لنا إسلام إماراتي، وتشتي تعمل نفسك إن لك تاريخ. وانت يا أخي صلي على النبي، انت ما عادك من أول أمس أنا وياك عمر دولتكم عمري أنا، لا لك جد ولا لك خد ولا معك شيء. وينك من الطيب أردوغان يا أخي؟ استحوا على نفسك وحدثوا الناس بعقولهم. أنت معك شوية نفط عملت لك قيمة، وأمريكا قاعدة تلمعك، وإلا أنت ولا شيء مقارنة بالطيب أردوغان. من يكون عبد الله بن زايد أو محمد شوية عاهات متخلفين. والله العظيم أنا لو يعني أتحسر أنه يكون مثل هذا واحد رئيس دولة أو وزير خارجية أو شيء، وزير الحزن. المهم وزارة السعادة يلعن أبو أمها علم.